في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. قصاد عيني في كل مكان. هو انت الراجل تبع اللي بعتهولي السيد مراد ولا لا؟ ايوه انا هو الراجل. انا اسمي احمد. هو انت المدام تبع اللي اسمك ايه اسمك؟ هو مروه كانه. المهم ايه اللي عايزين يعملوا يعني؟ عارف انه انا بدك يعني مش عارف الحقيقه، بس ممكن تحكي لي بدي اعمل يعني. انا عايزاك تسمع الكلام اللي انا بدي اقوله الان. شايف البنت اللي اسمها ريتاج دي اللي بتسكن في العمارة اللي انت بتملكها اصلا؟ البنت دي عايزاك تطردها، يعني تدور على اي سبب مقنع لازم تطردها بيه. انا عايزاها تطرد اليوم قبل غدا، فهمني؟ وطبعا اللي اتفقنا عليه طبعا راح تاخده اليوم قبل غدا كمان، فاهم؟ يعني في اللحظة دي انا عايزة تطرد هي وريما دي من المكان ده، يعني من المنزل ده، وانا راح اشتري المكان، فاهم؟ يعني انا عايزه ريتاج وريما تطلع من المنزل ده، العماره دي، يعني عايزاهم يتشردوا في الشارع، عايزاهم ما يلقوش اي مكان يقعدوا فيه، فاهم قصدي ايه؟ وطبعا انا رح كافئك كل اللي اتفقنا عليه كله، رح كافئك بيه يعني، بس انت تعمل اللي انا قلتهولك الان. هو مش صعب جدا، بس صعب شوية، بس بعدين راح تغوص بالفلوس. شايف ايه كلمة تغوص بالفلوس؟ ايوه، وانا مش هكذب عليك. يلا تثق فيا ولا لا؟ الحقيقة الحاجة اللي قلتيها انتي صعبة جدا وكتير صعبة يعني، وفيها كمان سجن يعني الحكاية، بس هحاول. مش عارف يعني ممكن تاخد وقت الحكاية. وبالنسبة أنا أصلا قبلت كلامك ده وأنا رح طلعه طبعا، بس لازم تاخد وقت الحكاية. بس يعني أنا عايز كتير فلوس، فاهمة؟ عايز 200,000 دولار. طبعا دي صعبة جدا، مثل ما قلتلك فيها سجن كمان. تستهبل عليا ولا ايه؟ أنا رح أعطيك 100,000 دولار. 200 دي امسحها من مخك، فاهم؟ ايه اللي صعب وايه اللي سجن ايه؟ انت متكذب عليا وفاكرني انا مغفلة عندك انت يعني؟ لا يا حبيبي، انت رح تعملها وغصب عنك. انت فقير اصلا، تملك عمارة بس، تاخد ايجار بس، يعني بيت واحد مسكن فيه دي ريتاج الفقيرة اللي ما بتسواش اي حاجة. شو اللي اتفقنا عليه كويس ولا لا؟ او عايز كتير فلوس؟ كتير فلوس؟ 100,000 دولار بتجيب لك 20 حاجة. انت ايه على اللي بتحكيه يعني؟ عايز 200,000 دولار؟ من وين بدي اجيب لك 200,000 دولار دي؟ انت فاكرني مليونيرة ولا ايه؟ مش كده، بس يعني قصدي الحكاية عايزة تكلفة يعني. ايه تكلفة ايه؟ انت فاكرني مغفلة عندك؟ شو موافق ولا مش موافق؟ لو مش موافق خليني اروح وانسى ال 100,000 دولار دي، كأنك انت عم تتشرط ولا ايه؟ لقيت حاجة بعدين تتشرط عليها؟ ايه اللي عايزاه انت؟ انا راح اروح والغي الصفحه دي والقى حدا تاني يجي يطرد لي دي البنت ريتاج من المكان ده. بس انا عايزاك انت عشان انت المدير اللي تشتغل هناك، يعني انت اللي بتملك العماره دي، وانت اللي اقدر تساعدني يعني. بس عايزاك تعمل كل ده، وانا راح اعطيك مكافأتك تبع 100,000 دولار ومفيش اي كلام تاني. ولو قلت لي شو عايز 200,000 دولار، لا، وانا رح الغي الصفحه دي وراح اعمل رح اجيب حدا تاني يطلع لي دي ريتاج من المكان ده. تمام؟ طيب تمام، اوكي. انا رح اطردها اليوم قبل غدا، اوعدك. بس يعني انا عايز 100,000 دولار و10. تمام اوكي. يلا بقى، انا عايزاها غدا تفضل مكانها الشارع. تمام؟ حاضر. انتي هتفضلي كده يعني؟ تفضلي مكتئبة؟ هي اللي حصل خلاص. هو يعني الكلام ده راح يتنفذ؟ يعني قال انك مش هتطلعي مرة تانية في عرض الازياء، يعني خلاص مش هتنفذ الحكاية؟ مش هتنجحي في عرض الازياء مرة تانية؟ ما تعمليش كده يا ريتاج، دي صحتك وانتي راح تطهوريها. انتي هتحققي حلمك، انا وعدك، انا معاكي ما تخافيش. انتي شايفة المكان؟ الحكاية سهلة يا ريما، خلاص هو قال
طمعان رح يقبلوني في اي مكان تاني، يعني حتى لو رحت قدمت في مكان تاني عرضت الازياء مش هيقبلوني. خلاص الحاجة اللي عملتها وحشة جدا لما ضربت دي البنت ابو شعر احمر، بس انا هي بدي اعمله يا ريم. انا خسرت كل حاجة، مش عايزة اعمل اي حاجة. خلاص خسرت حلمي كله ده منشان البنت دي، خسرت كل حلمي اصلا. وانا يعني قدمت استقالتي في الشغل تبع المطعم، مش عارفة ايه هعمل. ما عنديش اي شغل الان وما عنديش اي فلوس، مش عارفة كيف ادفع الايجار، مش عارفة اعمل اي حاجة. ريما معاكي يا بنتي، ما تخافيش، انا رح ادفع معاكي فلوس الايجار، انتي ما تخافيش بقى. صح انا كمان يعني قدمت استقالتي معاكي واصلا طردوني من الشغل، يعني مش عارفة ايه اعمل. بس يعني انا رح اخد فلوس من عند ماما، تمام؟ رح اسألها لو عندها فلوس. خلاص ما تبكيش يا ريتاج، انا معاكي، اوعك تبكي ريتاج، خلاص. الله منك والله يا ريتاج، انا معاكي، افهمي. مش عارفة اعمل، مش عارفة اعمل يا ريما، مش عارفة. انا موتلك يا ريتاج اني رح اروح اخد شوية فلوس من عند ماما ورح ندفع الايجار تبع الشهر ده وخلاص. ما تعمليش في حالك كده، انت رح تتعبي نفسيا وكل حاجة وجسديا كمان. اللي صار يعني، شو اللي رح يتغير؟ لما تبكي شو رح يتغير؟ فهميني يا ريتاج. بس انا خسرت احلى حاجة عندي، احلى حلم في حياتي خسرته يا ريما. انت مش فاهمة الموضوع ولا ايه؟ انت مش فاهمة الموضوع، كأنه انا خسرت حاجة مهمة اوي في حياتي. ده حلم حياتي يا ريما. ايه ده حلم حياتك يعني؟ شو بدك تعملي؟ خلاص انت خسرتيه، اللي صار. اللي كتبه الله رح يصير. يعني انت رح تدوري على شغل تاني ورح نقدر نخلص فلوس الايجار وخلاص. يكفيكي كده بكا، خلاص. يلا يا ريتاج قومي كده، قومي يا ريتاج، ما تعصبينيش، ما تعمليش في حالك كده، انت رح تقتلي حالك بالبكا. يلا خلاص لازم نروح بسرعة ندور على شغل او اي حاجة، ويكفينا كده بكا وتصرفات اللي مثل كده. مش هينفعك بكاكي يا ريتاج، مش هينفعك اي حاجة. قومي يلا. فعلا يا ريما انا اسفة، انا اللي عملت ده كله، انا عملت كل حاجة، انا اللي عملت ده كله يا ريما. انا اسفة جدا، انا اسفة جدا يا ريما. انت رح تضطري انك تكلمي مامتك وتقولي لها كل ده وتاخدي من عندها فلوس السنة، بس انا اوعدك يا ريما لما الاقي شغل رح ارجع لك كل الفلوس دي، اوعدك يا ريما والله العظيم. انا اسفة جدا يا ريما، تعبتك معايا الحقيقة. انا اسفة جدا يا ريما. خلاص بقى انا مسامحاكي. ايه ده؟ ليش هنتأسفي؟ هو احنا بينا اعتذار ولا ايه؟ يلا خلاص قومي يا ريتاج، يلا لازم ندور على شغل. وانا اصلا رح اروح لماما الان، افضلي هنا، انا رح لماما اخد من عندها فلوس، تمام؟ وبعدين اجي هنا وندفع الايجار. انتظري شويه، خلينا اروح واجي. ماما وحشتيني جدا يا ماما. هو انا جيت هنا عشان اطلع عليكي شويه كده، اشوف احوالك، ايه حالك؟ انت بخير يا ماما؟ الحمد لله حبيبتي. اول مره كده تيجي تزوريني يا ريما. ايه الغيبه دي؟ انا عارفاكي انك انتي كنتي مع ريتاج وقاعده جنبها، بس سمعت انه ريتاج خسرت حلم حياتها وكده، يعني ان هي عايزه تفضل عارضه ازياء وكده. بس ايه اللي صار عشان خسرت موهبتها او حلم حياتها وايه؟ يا ماما يعني ده حكاية طويلة رح احكيلك بعدين. بس انا يا ماما جيت هنا عشان اطمن عليكي، وكمان انا عايزة اطلب منك طلب صغير. بليز يا ماما، عايزاك تساعديني بس شوية. ايه هو الطلب ده اللي عايزاه؟ انت عايزة فلوس؟ طبعا كل ما تجيني يا ريما عايزة فلوس. ايه يلا اتكلمي. فعلا يا ماما انا عايزة شوية فلوس. انا وريتاج اتدهورت حالتنا وطردونا من الشغل اللي كنا عم نشتغله، واحنا لازم ندور على شغل في اقرب وقت يا ماما. بس انتي لازم تساعدينا عشان ندفع الايجار تبع البيت يا ماما. بجد يا ماما مش هنسى معروفك ده، بجد يا ماما ساعدينا عشان لازم ندفع الايجار تبع البيت تبع ريتاج، عشان هي اكيد رح يطردوها من البيت عشان لسه ما دفعتش الايجار.
انا رح اسال ابوكي. انا ما عنديش الحقيقه فلوس الان، والشركه تبع ابوكي اتدهورت حالتها يعني يا ريما. نحن صرفنا كتير فلوس، وانتي ايه يعني متقدريش تباتي هنا في بيتك، لازم تروحي جنب دي ريتاج. ممكن تجيبيها لبيتنا ولا ايه؟ جيبيها خلاص، احنا فضل عندنا اوتيل ولا ايه؟ افهميني يا ريما، افهميني يا ريما. انت تيجي تعيشي في بيتك ده وفي غرفتك اللي فوق وخلاص، وانت اللي دخلك بيها دي ريتاج. هي رح تتصرف، رح تدور على شغل وتشتغل وخلاص، يكفينا كده. هو شو احنا عندنا بنك ولا ايه فلوس؟ نحن ناس مثل الناس كلها يعني. انت اللي بتعمليه التبذير ده اللي بتعمليه كله بالفارغ، ومش هتنفعك دي ريتاج يعني. انت لما تستحقيها رح تعطيكي فلوس يعني؟ ما انت اللي بالكلام اللي بتقوليه، دي ريتاج عشرة عمري، دي حياتي، دي اختي مثل اختي كمان. انت اللي بتقوليه يا ماما؟ انا مش عايزه فلوس منك خلاص، انا رح اتصرف في حالي. بجد انا ما كنتش شايفه انك انت هتقولي لي كده. خلاص يا ماما انا رايحه، ومش عايزه اتي للمكان ده، مش عايزه اجي المكان ده مره تانية. خلاص انا مش عايزه اي فلوس منكم كلكم، انا مش عايزاكم كلكم يا ماما. خلاص انا مش عايزه اي حاجه. ليه انت عصبتي كده؟ خلاص انا مش هعطيكي فلوس، يلا روحي من بيتي واوعك تيجي مره تانية. ايه يا ماما؟ انا رايحه يا ماما، مش هتشوفيني مره تانية وعدك. ان وجودك عامل لي حاجه. انتي بالعكس تيجي هنا بتاخدي من عندنا الفلوس وبعدين تروحي الله اعلم شو رح تعملي بيها يعني. هصدقك انا. انتي اللي بتعملي هنا يا ريتاج؟ ليش قعدتي هنا برا؟ يلا خلينا نطلع للبيت وانا رح اتصرف يعني في حكايه الايجار. ماما ما عطتنيش فلوس، انا اسفه جدا يا ريتاج، حاولت بس هي عصبت عليا وخلاص يعني. فانتي ليش قاعده هنا يعني؟ طردوني من البيت يا ريما. وعارفة مين اشتراه؟ اشتريته لبنت ابو شعر احمر. طردوني من البيت عشان ما دفعتش الايجار تبع البيت، والمرة دي ابو شعر احمر اشتريت بيتي يا ريما. اشتريته ايوه. ايه اللي بتقوليه؟ المرة ابو شعر احمر اشتريت بيتك انتي وخلت الراجل يطلعك من البيت اليوم؟ ايه ده؟ انا رح اروح هتلها خلاص، انا رح هتلها. دي اللي عايزاه منا. ايه ده اللي عملتيه؟ ليش اشتريتي البيت ده؟ ده بيت ريتاج، ابعدي من قدامي خلاص. انا رح اقتلك، رح اضربك انت ولا ايه اللي بتعمليه ده؟ انت مين فاكره حالك؟ انت شخص مثل الناس كلها يعني. انت بفلوسك رح تقدري تشتري كل الدنيا؟ انا رح اقتلك خلاص، انا رح اقتلك. عصبتيني. مين انت اصلا رح تعملي كده؟ بالهداوة انا اصلا خلاص هي ما دفعتش الايجار، والراجل تبع العمارة دي طردها، وانا اللي اشتريت البيت. يعني ايه اللي فيها وايه العصبية دي كلها؟ ممكن تطلعي من هنا، واصلا لو يعني عملتي كل ده راح استدعي الشرطة. لو ما فيش لزوم يعني انك تطلعي كده براحتك وبقدرك، او راح اجيب الشرطة وطلعك بالعافية يعني. انتي اختاري. انتي افضلي كده صيحي وعيطي، انا رح اروح. واصلا ما تقدريش تفتحي الباب عشان الباب مسكر وفيه مفتاح جديد يعني. باي باي يا مدام ريما، وما تنسيش تسلمي لي على ريتاج تمام، وتقولي لها مروه بتسلم عليكي، وقولي لها مبروك مبروك السكن في الشارع. يلا مع السلامه. مريضة نفسيا بجد، مريضة. يا انتي وين؟ دورت عليها في كل الشارع مفيش. انا لازم اتصل فيها. وين راحت البنت دي كمان؟ انا موافقة عشان اشتغل الشغلانة دي، بس اللي اتفقنا عليه المبلغ يعني. لما تفضل الجريمة دي اللي بيعملوها وانا انضفها يعني، قد ايه باخد مبلغ؟ تاخدي غرامة مبلغ 200,000. 200,000 يعني 200,000. المهم انك تنظفيها باحتراف، واي عملية جريمة او قتل اي حاجة تيجي على اي منزل وبتنظفيه وبعدين تروحي. وطبعا من غير ما انبهك، لو رحتي للشرطة وبلغتي على حاجة انتي هتموتي. فاهمة عليا؟ يعني انتي رح تشتغلي الشغلانة دي. بسألك مرة تانية، انتي رح تشتغليها ولا لأ؟
اشتغل، بس الفلوس اللي اتفقنا عليها رح اخدها. تمام؟ انا رح اشتغل ورح نظف الجرائم تبع القتل، ومش هترك اي دليل، بس الفلوس اوعك تخاف على فلوسك رح تاخديها كاملة، بس مثل ما اتفقنا عليه حيتنفذ. تمام؟ تمام. في يوم هنعود ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بينا وعود.